CLC عملت ويب سايت تقدر تتعلم فيه بسهولة وبراحتك، وده فيديو موضح الويب سايت بيشتغل ازاي وتقدر ازاي تشترك في الكورسات من خلاله. طبعا بتخش على اي متصفح ويب تكتب فيه CLC e-learning، وبعد كده فيها تلاقي البوكس اللي فوق ده تقدر تخش عليه. لو انت اول مرة تسجل معانا دوس ساين اب، وبعد كده تملى كل بياناتك وتدوس ريجستر. تقدر بعديها تعمل لوجن باليوزر نيم والباسورد اللي دخلته. لكن لو انت قديم معانا تقدر تعمل لوجن على طول بالايميل بتاعك او بالاي دي، وبعد كده تعمل فورجت باسورد عشان يبعت لك باسورد جديد، او تكلمنا ونقدر نساعدك في الخطوات دي تعملها ازاي. تعمل لوجن فيقدر يظهر لك علامة الشباك من تاني، تقدر تخش عليها وتشوف الاول كورسز بتاعتنا، تختار الكورس اللي انت عايزه، وبعد ما تختار الكورس تختار الليفل. طبعا تختار الليفل لو انت داخل مصر بتدوس اونلاين، بس لو خارجها بتدوس انك هتشترك ابرود. وبعد كده بتلاقي كل تفاصيل الكورس وتروح تكتب باي ناو او تشترك الان. بليس اوردر علشان يتسجل طلبك، ويظهر لك التشيك اوت بيج اللي تاخدها سكرين شوت وتبعتها الواتساب عشان يبعت لك تفاصيل الحجز. وبعد كده هتلاقي الكورس متسجل في البروفايل بتاعك، تقدر تخش عليه وهتلاقي الكورس تقدر تدوس عليه يظهر لك فيه تفاصيل الكورس، الفيديوهات المتسجله بالايام بتاعتها، بكمان الهاند اوتس الموجوده لكل لسن، وكمان بعد كل داي بيكون في الكويز بتاعه. وديسكونتينيو تقدر تخش على الواتساب جروب، وبعد كده هتلاقي بيحول لك اول فيديو، بعد ما تخلص تدوس كومبليت او نيكست، وبعد كده هتلاقي الفيديو اللي بعده، وتلاقي كمان الهاند اوت تقدر تنزله في وقتها. عرفنا معاكم في المحاضره اللي فاتت ايه الفرق بين الكونسلنج والكوتشنج، وليه الكوتشنج كان مشهور قوي وما زال دلوقتي من اكثر الحاجات المشهوره والناس كلها. وبعد ما تخلص تدوس كومبليت او نيكست ينقل لك على الكويز، وبعد نهايه الكورس هتلاقي نفسك خلصت واخدت كمان سيرتيفيكت. مستني ايه؟ سجل معانا لو لسه ما سجلتش، واشترك معانا دلوقتي في الكورسات. ولو محتاج اي مساعده احنا موجودين من خلال رقم الواتساب، نقدر نساعدك انك تسجل او لو عندك اي مشكله.